السلام عليكم. كنتمنى تكونوا في افضل الاحوال وانتم كتصنتوا على هذا الفيديو. هذا غادي نشارك معكم قصص واقعيه اللي مأخوذه من الناس اللي تواصلت معنا وبغاونا نشاركوها معكم. هي قصه وعبره في نفس الوقت. يلا شدوا شي كوان خاوي وديروا الكيت وطفيوا الضوء. السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة من القصص ديالنا. متنساوش اللايك وسبسكرايب وتشاركوها مع صحابكم. مشينا. سميتي ابراهيم، عندي 60 عام. كيعيطوا ليا الفقيه، واخا ما كيعجبنيش شي حد يعيط ليا بهاد السميه، ولكن كنقول يمكن غير حيت كيحترموني على العمر ديالي وكبات الشيب اللي في شعري ولا حيتي، وحيت كنت راجل متقي الله وكنعمر الجامع بزاف. منين كنفيق من الفجر وانا في الجامع. اللي كان الفقيه ديالو واحد صاحبي، عشرة قديمة. المهم باش منطولش عليكم، بغيت نعاود لكم واحد القصة اللي طرات لواحد البنت، وقررت انني باش نشاركها وما بقاش مخبيها عندي. كنت نيت داك النهار جالس مع داك الفقيه حتى جبدها ليا وقال لي باش نعاود ليه عليها. في الاول ما بغيتش حيت ما كنتش باغي نرجع نتفكر ديك التجربه، ولكن ملي قال لي بلي كاينه شي قناه كتعاود على هاد النوع من التجارب والقصص، قررت نعاودها بلسان مولاتها. المهم نبداو على بركه الله. ديك البنت كانت سميتها هدى، على حسب ما عاودات ليا نهار اللي جات عندي. قالت لي بلي كانت بنت عاديه بحال كاع البنات، عائلتها مكونه من اب وام وجوج ديال خوتها دراري كانوا كبار عليها، بيناتهم الفرق ديال 15 عام. كانت كتحس بالوحده وسط ديك الدار، ما عندها لا خواتات ولا صحابات اللي تجمع معاهم ويونسوها. حتى امها كانت في عمرها 60 عام. ملي الواحد كيبدا يكبر كيبدا يمشي ليه داك الخاطر، خصوصا انها ولداتها غير بالغلط حيت ما كانتش باغا تولدها. قالت لي وهي كتبكي هي ما كانتش كتبغيني، وحتى با وخوتي كانوا كيعاملوني خايب بزاف. ممنوع عليا نخرج، خرجوني من القرايه وانا في عمري 14 عام. من تماك وانا غير في الدار كندوز وقتي غير في الشغل والتماره، ومنين كنسالي كنبقى نتفرج في التلفازه شويه باش ندوز الوقت. قالت لي بهاد العباره كنبقى حاله فمي في الافلام. المهم امي كانت دايما كتغوت عليا وكتقول لي الا جاب باك ولقاك كتفرجي منك ليه. كنت كنقول ليها امي يلا نخرجوا غير شويه نشمو الهواء، ما كانتش كتبغي. حتى امي كان ممنوع عليها تخرج. مع الاسف عائلتي كانت من النوع اللي متشدد بزاف، كتبان ليهم بلاصه المراه هي الدار. المشكله ماشي غير هادشي، ممنوع الخروج الا كنتي مريضه ولا كان شي سبب ضروري. المهم بديت كنولف حتى وصلت عندي 17 عام وانا محبوسه ما بين 4 الحيوط. بعض المرات كندير راسي مريضه غير بالعاني باش واحد من خوتي يديني للطبيبه، واخا كانوا كيشبعوا فيا سبان، ولكن كنت كنفرح ملي كنشوف الزنقه كنشم الهوا ديال سيدي ربي. انا كنت بنت زوينه، عينيا خضرين وشعري طويل. كان كيعجبني نشوف راسي في المرايه ونمدح راسي، وحيت ما كان عندي باش نتلاها كانت المرايه هي باش كنتونس. غير كنسالي شغلي كندخل البيت كنسد عليا وكنتقابل مع المرايه، كنبدا نتخيل راسي كنلبس وكنتسوق وكنبقى نشطح ونغني. هادشي كان كيجيني عادي وما فيها باس الواحد يفرح براسو، ولكن من بعد ولا عندي بحال الادمان. ما بقيتش كنقد نجلس مع دارنا، حتى وقت الماكله كنحط الراس وكندخل البيت وكنسد عليا وكنبقى ناكل ونهضر مع راسي غير بوحدي. دارنا ما كانوش كيديوها فيا، كلامهم غير فوقاش يجي شي عريس يخطبني ويتهناو مني. ما عرفتش علاش ما كانوش كيحملوني، واش حيت انا بنت ولا حيت امي ولداتني غير بالغلط. ولكن انا ما كنتش كنتسوق، كان همي هو نجلس بوحدي في البيت ما يصدعني حتى شي واحد. بقيت على داك الحال حتى جا داك النهار اللي ما ضربت ليه حساب. كان الصيف ومع انا غليظه شويه ما كنتش كنقدر نعس بالحوايج طوال، كنت كنعس تقريبا شبه عاريه، حيت اصلا المدينه اللي ساكنين فيها كانت سخونه، وحيت كيف ما قلت لكم كنت غليظه شويه ما كنتش كنستحمل الحوايج، كنلقى راحتي هكاك. حتى الغطاء ما كانش كيعجبني. المهم نعست في ديك الليله بحال ديما،
غير داني النعاس شفت بالحلم ديالي واحد الراجل زوين بزاف لابس زوين. كنت فرحانة. جا قرب مني وبدا كيضحك معايا عادي بحال لا بصح. كنت فرحانة بزاف. وراها ضرباتني الفيقة. فقت وانا كنضحك. عجباتني ديك الحلمة وكنت كنتمنى ما تساليش. المهم دوزت نهاري عادي على نفس الروتين. نسيت ما قلتش ليكم واخا دارنا ناس متشدين بزاف عمرهم علموني حتى القبلة فين جات. كون ما كنتش قريت ديك الاعوام كون راني ما حافظاش حتى الفاتحة. كانوا كيبينوا قدام الناس باللي راهم ملتزمين ولكن حقيقتهم حاجة اخرى. المهم انا ما كنتش كنصلي وما كنتش حتى كنهز القران. كبرت على داك الحلم. الليلة الثانية نعست تاني. حلمت نفس الحلمة وبنفس الراجل ولكن هاد المرة قرب ليا بزاف. كان كيدير معايا شي حوايج اللي انا براسي ما فهمتهمش ولكن كان عاجبني الحال. وفقت في الصباح وانا مدقدقة وعندي شي طبايع زرقين في يدي. في الاول تعجبت من داكشي ولكن فسرت الامر باللي غنكون غير نعست شي نعسة عوجة وانا مع الحمي بيض داغي كيبانو فيا الطبايع. المهم ما ديتاش فيهم ونمت عادي. كنشقى. كنت كنفكر في دوك الاحلام اللي وليت كنشوف وفي داك الراجل اللي كيجي عندي ديما في الحلم. وليت كنبغي غير امتى الناس باش نشوفو تاني. انا عارفك السي الفقيه غتعايرني وتلومني ولكن كنت كنحسو لاول مره بالحنان مع شي واحد. ما عمرني عقلت على شي واحد من دارنا عنقني ولا حن فيا. داكشي علاش لقيت فيه هو كلشي كاع دوك الحوايج اللي كانوا ناقصيني. كملات هضرتها وقالت لي النهار الثالث جاني عاوتاني في الحلم. واللي كان كيجيني في شكل هو انني كنت كنقدر نتحكم في راسي في داك الحلم. كنقدر نقول ليه داكشي اللي كنفكر فيه وندير اي حاجه بغيت. بحال ما كنتش كنحلم بحال كنت في شي عالم اخر وصافي. المهم بقيت نهار على نهار كنحلم بيه حتى لواحد الليله قال لي بلي بغا يتزوج بيا. انا قلت ليه خاصك تقولها لبا. قال لي واش باك غيبغي يزوجك بيا؟ قلت ليه جيب والديك واجي. بقى كيضحك وسيفتو بدات كتقلب وجهو ظلام وقال لي باك ما غيقبلش تزوجي بجن. انا ديك الساعه تخلعت وكنت باغيه غير نفيق ولكن ما قدرتش. بقيت كنغوت وما قدرتش. شحال عاد طلقني نط مخلوعه وبقيت كنغوت حتى جات عندي امي. حلت عليا الباب وهي كتنقر عليا مالكي علاش كتغوتي راك صدعتينا شنو كاين. قلت ليها امي عتقيني راه شي واحد تابعني. قالت لي نعسي بركه من الفشوش راه باك صدعتيه راه غينوض ليك ما خصنا صداع في هاد الليل. قلت ليها امي والله الا شي واحد كيجي عندي بالليل عافاك لا ما بقاي معايا. ما داتهاش فيا وسدات الباب ومشات. انا ما كنتش قادره الناس كنت خايفه بزاف لا رجع نحلم به. الجهد ديالي فين داني. ما كنتش عارفه بلي هذاك اللي كنت معاه هاد الوقت كامل وكنحلم به جن. كنت باغيه غير شي واحد نهضر معاه ويحن فيا. بقيت كنحاول نتفكر شي آية من القرآن. لقيت لساني ثقال عليا وما عرفت شنو نقول. نط كنقلب على شي قرآن حيت دارنا كانت عامرة بيهم. ما لقيت حتى شي واحد في بيتي. ما قدرتش نخرج بوحدي لبرا كنت خايفة وكنترعب. رجعت تكيت في بلاصتي وما داني النعاس غير بزز. ما عاودت حلمت بوالو ديك الليلة. فقت في الصباح كان عندي فضول كبير باش نعرف داكشي اللي وقع ليا. ما كانش عندي تليفون ولا البيسي باش نقلب في الانترنت ونفهم ونعرف شنو هاد الحالة اللي انا فيها. كنت باغي نقولها لماما ولكن هي ما كانتش تسمع ليا. صافي قررت باش نبدل البلاصة فين كان الناس. يمكن الا بدلتها ما غيبقاش يجي لعندي. وداكشي اللي درت في الليلة الرابعة. نعست في الصالون ديال الضياف. ملي سولاتني امي علاش ما بدتش في البيت درت السباب اللي عندي شي فار وما قدرتش نعس تماك. حسيت بها ما تاقتش بيا ولكن كان عندي المهم هو ما نعسش تماك. المهم فرشت بلاصتي وتكيت. بدات كديني عيني حتى كنحس بشي واحد كيقاس ليا في شعري. الزغب ديال شعري كيتحرك بحال شي حد كينفخ عليه. قلت يمكن غير الريح اللي كيدخل من السرجم حيت كنت مخلي السرجم محلول ولكن لا ماشي هاد الشي. كان هو كنسمع صوتو في ودني داخل في عقلي. كنوض نشعل الضو ما كنلقى والو كنرجع الناس. وليت كل نهار على نفس الحال كنعيش الرعب واخا بدلت بيتي حتى شي حاجه ما تبدلات. دارنا ولاو عايقين بيا. واحد النهار با سولني علاش كنبات في الصالون. خفت منه وقلت ليه بلي كيجيني الصهد تماك.
خوت عليا وقال لي رجعي لبيتك. ما كنتش كنقدر نزيد معاه حتى كلمه. اضطريت باش نرجع لذاك البيت وانا ما كنتش حامل. قررت باش نبدا الصلاه من غدا. المهم نعست ديك الليله، وكانت اول ليله ما كنحلم بوالو وما كيقربش ليا. نغد ليه بديت كنتعلم نصلي لراسي، واخا كان الوضوء مخربق، ولكن حاولت نتفكر داكشي اللي قريته وبديت كنطبقو. الحمد لله حسيت براحه كبيره منين صليت. ولكن المشكل ما قدرتش نكمل الصلاه. صليت غير الصبح والظهر، واللي بقى ما صليتوش. كنت كنحس بالعجز ودماغي مخربق، بحال شي حاجه ما كتخلينيش نقرب لله ونذكرو. بقيت على داك الحال، نهار كنصلي ونهار كنقطع. ما عاودت شفت والو. قلت مع راسي صافي راه يمكن خاف ومشى فحالو، حيت كنت عارفه بلي الجن كيخاف من القران. المهم داك الشهر كان دخل رمضان، دوزنا عادي بحال كل عام حتى الليله د العيد بالضبط. تما كيصدمني با، قال لي بلي شي واحد من صحابو بغا يزوجني لولدو وباغيين يجيو يخطبوني. انا غير سمعت هاد الهضره غوبشت وما حملتش راسي. ما عرفتش علاش، واش بصح ما كنتش باغا نتزوج، ولا حيت خايفه لا يكون هاد الدري طبعو فحال با وخوتي، ولا شي حاجه اخرى. ما كنتش عارفه شنو اللي كنفكر فيه ولا باش كنحس. المهم انا بطبيعه الحال ما كانش عندي راي في الموضوع، يا بالخاطر يا بالزز. كملت في قلبي وسكت. مشيت لبيتي، كنجمعو وكنقادو. ديك الفكره ما بغاتش تحيد ليا من راسي. قلت بالعكس خاصني نفرح، يمكن الا تزوجت نقدر نرتاح من دارنا، نقدر نلقى شويه د الحريه. المهم داز العيد، موراه ب3 ايام جاو عندنا الناس. كنت خايفه بزاف غير لا يكونوا فحال دارنا، ولكن وقع العكس تماما. صدقوا ناس طيبين، والله يعمرها دار. مو فرحات بيا وعاملاتني زوين. حتى هو كان ظريف وكيبان ولد الناس، ولكن انا معاه كنجي نضحك ولا نهضر لساني كيتسربط. ما كنتش كنعرف اشنو غنقول، كنبقى غير نخربق في الهضره. كيسولوني سؤال كنجاوب بجواب اخر. ما كانت كتقول لهم ما ديوش عليها راه باقا صغيره، وراها ما كانتش كتخرج بزاف ما كتعرفش تدوي. ولكن ماشي هادشي اللي وقع ليا. انا كنت كنحس بلي ما قادراش نتحكم في الجسد ديالي، بحال الا شي واحد لداخل ديالي هو اللي كيحركني كيف ما بغا. لدرجه انني منين هزيت الصينيه اتاي باش نفرق الكيسان على الضياف، وصلت حتى للسيد اللي جاي يخطبني وخويتها عليه كامله. اتاي كان سخون والدري غوت غوته وحده، وخوتي بقاو كيضربوا فيا. ودوك الناس ما حيتهم لولدهم اللي تحرق، وما حيتهم ليا انا اللي كناكل العصا. تعصبوا بزاف ومشاو. انا غير كنبكي وكنقول لهم سمحوا لي والله ما قصدت. مشاو الناس وعرفت بلي داك النهار غيكون نهاري. مشيت كنجري لبيتي وسديت عليا الباب، ولكن خويا دخل عليا وضربني حتى لحمي ولا كله زرق. وتما كانت اول مره غنرفع صوتي على خويا الكبير. بقيت كنقول ليه والله ما تخرج ليك طريفه. المهم بزاف حتى فكاتني من امي، سدات عليا الباب ومشات. خرجت وانا بقيت كنبكي وكنتفكر داكشي اللي وقع ليا قبيله. ما عمرني طيحت شي كاس من يدي، حتى لدابا عاد درت هاد الحال. المهم قلت غنعس شويه حيت كنت عيانه بزاف. حطيت راسي فوق المخده حتى داتني عيني. كنحس بشي حد معلقني من اللور، النفس ديالو كضربني في عنقي. خفت بزاف، بغيت نوض وما قدرتش. حتى صوتي ما كانش باغي يخرج. عرفتو هو، ولكن شنو خاصني ندير في هاد الحاله؟ هو سبابي باش كيطرالي هادشي. بقيت كنقول في دماغي انا ما كنحملكش، بعد مني، خرجتي ليا على حياتي وعطيني باتساع. داك الضو اللي كان كيبان ولا ظلام. شي يدين خرجوا من جهه الحيط كيشدوا ليا في يديا بزوج. بقيت مخلوعه حتى كنحس بامي كتفيقني. فقت كنبكي. قالت لي بسم الله عليك مالكي فايقه مخلوعه؟ قلت لها والو. ما قدرتش نقول ليها شي حاجه. نضت وكنحس براسي كلي مقصحه، كنتمشى غير بزز. دخلت للحمام وجلست، عمرت الماء دافي وبقيت كنغسل حالتي وكنبكي تحت الماء. كنت مغمضه عينيا وكنحس تاني بشي حد مورايا. كنحيد شعري وكنرجع نشوف، ما كنلقى والو. غير كنرجع نهبط شعري باش نغسلو، كنحس بشي حد عاوتاني معايا. حتى ما بقيتش قاده نبقى تماك. جمعت شعري وغسلت بالزربه ولويت الفوطه وخرجت. هادشي بزاف اللي كيطرى معايا. مشكل ما كاينش شي واحد اللي يسمع ليا ولا اللي يشرح ليا اشنو هادشي اللي واقع ويعاونني.
كانت ديك الساعة ما فاهمة والو، ولكن الحاجة اللي حسيت بها هي أن هادشي ماشي عادي. صافي تشجعت وقررت نقولها لماما. لبست حوايجي وكنت غادا باش نهضر معاها، حتى كنسمع شي زدحة من فوق السطح، بحال شي حاجة كبيرة طاحت. لقيت امي خارجة من الكوزينة وهي ما فاهمة والو، شافت فيا وقالت لي ما عرفتش شنو هادشي. حتى سمعنا با كيغوت، قال لي اجيو عتقو خوك، راه طاح من على السلو. طلعنا كنجريو، لقيناه تهرس من رجليه، هرسة خايبة بزاف. واخا كنت معصبة منو على الضرب اللي عطاني، ولكن بقى فيا. هزيتو انا وامي وهبطناه، كنسولوه كيفاش طرا ليك. قال لينا كان كيصلح شي سلوكة ديال النجار وطالع في السلو، حتى كيحس بشي ريح كيضرب فيه، وسمع شي صوت ملي جا يدور وهو يطيح وتقصح في رجليه بزاف. ما حسيت براسي حتى بديت كنضحك، ماشي ضحك عادي، ضحك هستيري. كنضحك وكنضرب في فخادي. كلشي تصدم وبقى كيشوف فيا. واحد امي كانت باغا تنوض وتضربني، شويه عاد وعيت تاني شنو كندير. ما كنتش حاسه براسي بخير. بدا كيجيني تاني داك الحماق ديال الخطبه ديال القبايله. قال لي خويا والله كون ما كانت رجلي ضراني حتى نوض نكمل عليك. خليتهم ومشيت لبيتي، سديت عليا وبقيت كنبكي. شنو هادشي كيوقع ليا سيدي ربي؟ علاش كنت كنضحك على خويا؟ دازت شي يومين على نفس الحال، كنت كنحلم بهداك كل نهار، وكان ديما حدايا في الفراش. حتى لداك النهار جات لعندنا خالتي اللي كانت ساكنه في مدينه بعيده، وجابت معاها بنتها كانت قدي تقريبا. المهم خالتي كانت مرا مؤمنه ومتقربه بزاف من الله، ماشي فحال امي اللي شافها بالخمار والنقاب يقول هنا نبات. المهم هي دخلت للدار قالت لينا اشنو هاد الريحه، بقات كتحل في الشراجم وكتنفس في البيوت. حطينا الصينيه وجلست حداها، كنت عزيزه عليها. قلت لها خالتي علميني كيفاش نصلي. صدمات هضرتي، قالت لي على انت قد هكا وما كتعرفيش تصلي؟ قلت لها لا ما كنعرفش، ما كنصليش مقادة. شافت فمي اللي حشمات كنت صابت الارض تشق وتبلعها. قالت لي واخا بنتي انا نعلمك، يا حسرة باك زعما ملتزم. المهم سولاتني واش كنعرف بعدا نتوضا، وريتها وكان داكشي صحيح، كنغلط غير في الترتيب. المهم توضيت ومشيت حداها، بقات كتوريني حتى عرفت كيفاش نبقى نصلي. صلينا بزوجنا المغرب، ومشات هي لعند امي، بقيت انا في بيتي. عرفتي على راحة حسيت بها باش حطيت راسي على السجادة. المهم نضت وهي تدخل عندي بنت خالتي، جلسات حدايا وبقينا كنهضرو شوية. ما عرفتش كيفاش حتى لقيت راسي كنعاود ليها على داكشي اللي كيطرالي. قالت لي هادشي ماشي عادي وما خاصكش تسكتي عليه. قلت لها بلي ما نقدرش نعاودها لموالين الدار. قالت لي خاصني نبقى نبات على وضوء ونقرا القران عاد الناس. المهم بقينا شحال وحنا كنهضرو وهي كتشرح ليا بلي هذا كيتسمى الجيل العاشق، وخاصني نتقرب من الله باش يبعد مني. المهم ديك الليله نعست معايا بنت خالتي، وسبحان الله ما جاني والو. شحال ما نعست فرحتي فحال هكا. غد ليه فايقين كانوا غيمشيو في حالهم، حيت خالتي منين كتجي لعندنا ما كتفوتش ليله، حيت ما كانتش كتحامل مع با ومع خوتي. المهم مشاو وانا رجع ليا تاني داكشي. كنكون كنشقى وكنحس بشي حد مورايا، ملي كندور ما كنلقى والو. كنسمع تاني شي واحد كيعيط ليا بسميتي، لدرجة كنمشي نسول امي واش هي اللي عيطات ليا. المهم في الليل ملي بغيت ننعس ما نعست حتى قريت شي حزب من البقرة، عاد تكيت غير داتني عيني وانا نشوفو. كانت سيفتو خايبة وبحال الا معصب مني. قال لي علاش كديري هكا؟ قلت ليه اشنو درت؟ قال لي انا ما بغيتكش تصلي. قلت ليه انا مسلمة وخاصني نصلي. قال لي لا انا ملحد وبغيتك حتى انتي تولي في حالي. المهم كيف العاده كان كيكتفني وكيدير فيا ما بغا، انا غير كنبكي وما قاداش نتحرك. كنت كنحس بكلشي، منين كنفيق كنلقى الاثار كل بلاصه قاصني فيها. بقيت كنبكي حتى سمعتني امي وجات لعندي. يحسب ليك سولات فيا مالكي؟ قالت لي نوضي راه غيجيو عندنا شي ناس باش يدويو فيك تاني. بقات كتحلف عليا وكتقول لي عندك تاني ديري لنا الشوها فحال المره الاخرى، باك هاد المره غادي يذبحك. قلت لها امي انا باقا صغيره، وي مع با راني ما باغاش نتزوج دابا. قالت لي سكسي هاد الهضره ما نعاودش نسمعها، شنو غتبقاي ديري عندي هنايا؟
شي نهار يصدق شي واحد قاعد لك بلاصة وسموتي لي انا، خلاتني وزت حات الباب ومشات. نطت انا، جمعت راسي وصلت وجهي، فطرت. وصلت العشية حتى كنسمعو الدقان في الباب. جاو الناس جلسنا معاهم، حتى هادو كانوا ناس مزيانين وباينة فيهم معقولين. المهم بقاو كيتفاهموا بيناتهم على الصداق وامتى غنضربوا الكاغا. صافي تفاهموا، وانا ما كان عندي حتى شي راي، كنت غير حانية راسي وكنشوف. هاد المرة ما خلاونيش نهز شي صينية، جلست حدا امي. المهم مشاو الناس ومشيت لبيتي، حيدت حوايجي ونعست. ما كنتش ناعسة، كنت ما بين فايقة وناعسة. حتى كنشوفو جا وجلس في الكرسي اللي حدايا. قال لي الا تزوجتي غنقتل راجلك. قلت ليه شكون انت بعدا اللي تقول لي ما نتزوجش؟ قال لي انا علمتك. صافي ما عاودش دوا، بقى تماك حتى ما بقى كيبان ليا والو. نعست. ملي فقت لقيت واحد الخبشات صغار في يدي، كنت كنصوت عليها وانا معصبه. جبت واحد البوماده وبقيت كندهن فيهم. المهم الغد ليه كنفيق على صوت امي كتقول لي نوضي غيديك خوك لعند الطبيبه. ملي سولتها علاش قالت لي غيديروا لك شهاده طبيه باش يعطيوها لراجلك. تنهدت ومشيت لبست حوايجي وانا نتفكر هذاك اللي كيجي عندي كل ليله. كنت خايفه بزاف لا تكون عذريتي مشات غيقتلني با وخوتي. مشيت لعند امي قلت لها راني مريضه وبقيت كنطلبها باش ما نمشيش، ولكن هي ضرباتني وقالت لي الا ما مشيتيش غنقولها لباك هو غيعرف ليك. صافي ما لقيت ما ندير واستسلمت للامر الواقع. خفت بزاف ولكن ما كانش عندي الشجاعه باش نحبسهم. المهم مشيت مع با وخويا، داوني لواحد الطبيبه ودخلوني لعندها. طلعت لفوق الباياس رجليا كيترعدو. شافني الطبيبه وقالت لي مالك يا بنتي علاش خايفه؟ قلت لها ما باغاش نتزوج. ما داتهاش فيا وبدات كتحيد لي في حوايجي. اسمح لي السي ابراهيم ولكن غنعاود لك بلا ما نحشم. سكيت وخدات واحد الملقط وبدات كتقلب فيا. كنت مخلوعه وكنبكي بلا حس. قالت لي صافي نوضي. نط وانا كنشوف فيها وكنحاول نفهم من ملامحها شنو واقع. قلت لها شنو لقيتي؟ قالت لي ما فهمتش علاش خايفه، انت راكي باقا بنت، ياك ما قاسك شي واحد؟ قلت لها لا. قالت لي خاصك شي طبيب ديال الجلد حيت لحمك من التحت كله عامر بالضرابي. قلت لها واخا. شويه ويدخل خويا مع شافني كنبكي حساب ليه واقعه شي حاجه، بيس عطيه الطبيبه ديك الشهاده. جرني وتمينا خارجين. وحنا في الطريق كنا تلاقيناك السي ابراهيم. من كلام با عرفتك باللي انت فقيه وكانت باينه عليك واحد النور في وجهك. المهم تفارقنا معاك ورجعنا للدار. المهم ملي شافتنا داخلين عاد ارتاحت، حتى انا ارتاحيت شويه ومشيت لبيتي. داز النهار حتى وصل الليل ونعست، وهاد المره حلمت حلمه خايبه بزاف. حلمت بكلب حاشاكم كحل جا كيقرب ليا ودار فيا حتى هو ما بغى. منين نط بقيت كنغوت وكنبكي. حتى جات امي وخويا بقاو كيسكتوني وكيرشوا عليا الماء. انا غير كنغوت وكنقول لهم شي حد معايا في البيت، شي حد باغي يتعدى عليا، وهما كيسقسوني وخايفين اللي يسمعونا الجيران. المهم بقاو معايا حتى سكت. قال لي خويا واش ما باغاش داك الدري؟ بقيت غير ساكته وحانيه راسي. قال لي راه بدارو خدام مزيان ووالديه مزيانين وما غتلقايش في حالو، يقدر هو يصدق لك حسن منا. مع قال ديك الكلمه وبقيت غير كنبكي. هو ناض وضربني في كتفي وخرج، ما قدرتش نقول لهم شي حاجه. المهم دازو الايام حتى وصل الوقت ديال العقد. داز كلشي مزيان وخرجت من دارنا. مشيت مع راجلي كان كيتعامل معايا مزيان ومكبر بيا. المهم مشينا للدار وكنت خايفه بزاف وقلبي كيضرب. منين وصلت ديك اللحظه ديال الدخله ما قديتش، وهو تفهمني وقال لي خليك على خاطرك. غد ليه نفس الشيء ما قديتش، ولكن هو بزز عليا عاد بقى على خاطره. انا كنت عايفاه لواحد الدرجه ما كتصورش، كنت حاسه براسي غنتقيا ولكن ما قدرتش نهضر. دازو دوك الايام ما بقيتش كنحلم بداك الراجل، ولكن راجلي واخا كان مزيان معايا ما كنتش فرحانه، كنت كنحس بالنفور منه. كندير معاه داكشي اللي بغا غير باش ما يتقلقش. بقيت صابره شحال حتى لواحد الليله كان راجلي عنده ديبلاسمون في الخدمه وما باتش في الدار، بقيت بوحدي. المهم دوزت نهاري عادي في الليل. منين تسكيت كنحس بشي واحد معايا في البيت. بقيت كنقرا القران ولكن كانوا الايات كيمشيو ليا من راسي. كنبدا الايه وما كنقدرش نكملها. مشيت لبلاصتي وتسكيت طفيت الضو. شويه بدا كيجيني النعاس.
كنشوف شي واحد خرج من الحال ومعنقني من اللور بالجهد، مكتفني وشاد ليا يديا بزوج وكيقيس ليا في صدري وانا باغا نغوت وما قادراش. كنحس براسي كلي مشلة، حتى دار فيا ما بقى. وشي ربع ساعة هو شادني، عاد كضربني الفيقة مع أذان الفجر. نضت وبقيت كنبكي وعفت راسي. نضت ديك الساعة دخلت للحمام وبقيت كندوش، توضيت وخرجت صليت الفجر. كنت قطعت الصلاة مورا ما تزوجت، كنصلي مرة مبقيتش حاملة هاد العيشة وانا في هاد الحالة. حياتي دمرات، وليت باغا غير نموت ونرتاح. حتى كنحس بالترويعة طالعة معايا. نضت كنجري وكنتقيا، كنشوف وجهي في المرايا كل قماشي في عنقي وكنبان عيانة. المهم راجلي كان جا في العشية، شافني هكا قال لي بلي خاصنا نمشيو للطبيب. ما كنتش باغا ولكن بزز عليا وداني. في الصباح ومني قلباتني الطبيبة لقاتني حاملة. هو فرح بزاف ولكن انا ما درت حتى شي ردات فعل، بالعكس كنت كندعي على راسي بالموت وانا هزه في كرشي بنادم. المهم رجعنا للدار، عيط على امي باش تجي تقابلني، ما خلاهاش با غير بزز. حتى انا ما كنتش باغا هادشي حيت كانت غير غتعصبني. المهم جات وبقات معانا شي 3 ايام حتى وليت شويه وليت قادره ندير الشغل الراسي. عاد مشات وليت حالتي غدا وكنضعف، وعينيا كانوا خضرين من الداخل ولاو زرقين من التحت. شعري بدا كيطيح، كلشي كان كيحسب ليه غير مع الحمالة، ولكن انا اللي كنت عارفة شنو عندي. فكرت شحال من مرة باش نمشي لعند شي فقيه ولكن ما قدرتش نخرج. راجلي حتى هو كان مانعني باش نخرج بوحدي حتى نكون انا وياه. خفت لا نخرج ويعرف، ما كنتش باغا المشاكل. جلست في داري، كان راجلي ديما كيسولني على الضرابي والقماشي اللي في لحمي. ما كنتش كنعرف باش نجاوبو، كنبقى غير نخربق عليه وكنقول ليه راه حكيت بالكيس. دازت الايام وانا هكا، صحتي غادا وكترجع للور، شهيتي تسدات في مره، كناكل غير على ود داكشي اللي في كرشي حيت ما عنده حتى شي دم. المهم علاقتي مع راجلي ولات خايبه بزاف، كان كيعيق بيا بلي ما كنحملش يقرب مني، وحتى انا وليت شاكه فيه بلي كيخوني مع شي وحده. وصلت وقيت ولادتي، نهار كان فيا الوجع ما لقيت حتى شي واحد اللي يديني للسبيطار، غير واحد المراه من الجيران هي اللي داتني. ولدت بنيته، حتى ولدت وساليت عاد جا لعندي راجلي وامي. المهم خرجوني من السبيطار. بنتي كانت زوينه، كانت بحال شي نقطه د العسل اللي هبطات ليا على قلبي. وليت عايشه غير على قبلها. راجلي ما بقاش معايا مزيان، ولينا ديما مدابزين، ما بقاش كيقرب ليا. تما تاكدت بلي كيخونني. اصلا شحال من مره كنت كنحصلو كيهضر مع شي وحده. هذاك كان باقي كيجي عندي كل ليله، وملي ما كنبغيش ولا كنقاومو بالذكر كيأذيني. كنوض في الصباح كلي ضرابي ومعكوره. راجلي ما بقاش كيحملني، لا انا ولا بنتي، كان ديما كيضربني وحتى كيقرب يرمي عليا الطلاق وكيتراجع. انا كنت خايفه وساكته حيت عارفه الا طلقني ما كانوش دارنا غيبغيو يرجعوني انا وبنتي. الاحلام ديالي زادت تكفزات، ما بقيتش كنحلم غير بيه هو، وبزاف د المرات وكل مره كيجيني بوجه. مرة بوجه راجلي ومرة بوجه شي واحد ما كنعرفوش، ومرة بوجه با ولا شي واحد من خوتي. ولكن شي مرات كان كيجيني بصفة كلب. تعقدت من راسي، ما بقيتش كنحمل راسي. واحد النهار راجلي جا معصب وتناقشنا وهو يطلقني وجرى عليا في داك الليل انا وبنتي. لقيت غير ديك الجارة مسكينة هي اللي استقبلاتني عندها، ما قدرتش نعاود لها قصتي حيت ما كان فيها ما يتعاود. غدت ليه زيت حوايجي وبنتي، مشيت عند دارنا. ما قلتش ليهم على راجلي بلي طلقني، قلت ليهم غير عنده شي خدمه وما بغيتش نبقى بوحدي. المهم بقيت معاهم شي 3 ايام. واحد النهار كنسمع الدقان، ملي هبطت نحل لقيتك نتا سي ابراهيم. فرحت بزاف حيت شفتك. ملي طلعتي وجلستي عند با كنت كنتسنى غير الفرصه باش نهضر معاك، ما عرفتش علاش، ولكن كنت حاسه بلي انت هو الحل الوحيد اللي عندي. ملي كنتي غادي هبطتي في الدروج وانا نتبعك، قلت لك راه عندي مشكل وبغيتك تعاوني، انت ما رديتيهاش في وجهي، وعطيتيني العنوان ديال المسجد اللي كتكون فيه باش نجي لعندك. نغد ليه لقيت السباب باش نجي لعندك، وخرجت وجيت طلبت من واحد الدري باش يعيط لي، وانا دابا جيت لعندك وعاودت لك قصتي. انت هو اول واحد غنعاود ليه كلشي. قال لي الفقيه كمل السي ابراهيم، منين عاودات لك قصتها اشنو درتي؟ قلت ليه شنو غندير؟ حاولت نقرا عليها شي رقيه،
وعرفت بلي عندها بصح جن عاشق، وهو من النوع الخايب. عطيتها واحد الزيت باش تبقى تدهن بيه. كنت قاري عليه، وكانت كتجي لعندي كل نهار، حتى كتقاد شويه وكيعاود يرجع ليها داك الشي. داك الجن كان قوي لدرجه حاول يأذيني حتى انا. كان تسبب ليا في الشلل ديال يدي اليسريه، ما بقيتش كنحس بيها. شحال وانا كنقاسي معاها لدرجه ما بقيتش كنخرج من الدار. حتى سمعت واحد النهار باللي ديك البنت جراو عليها دارهم من بعد ما عرفوها طلقات، وهي مشات لشي مدينه اخرى. يمكن خدمات تماك وكرات شي دار باش تعيش فيها هي وبنتها. انا الحمد لله قدرت نرجع يدي وارتاحيت. حاولت نتواصل معها باش نعرف اخبارها، واش باقي كيجي لعندها داك الجن، ولكن ما لقيتش عليها حتى شي اخبار. ما بقاش بان ليها الاثار. بقات فيا ديك البنت وكنت باغي نعاونها، لكن ما كتابش. ديما كنتفكرها وكندعي معاها. كنتمنى من الناس كاملين يدعيو معاها. وهذا ما كان معكم السي ابراهيم، او لا الفقيه ابراهيم. المهم هذا ما كان اخوتي في هذه القصه. نتلاقاو في قصه جديده، وما تنساوش تدعموا القناه، حيت هكا كتزيدوا تشجعوني باش نزيد من المجهود ديالي. عز بكم وتهلاو في راسكم. السلام عليكم.